السلام عليكم متابعينا الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم شوت سبور. اليوم سنستعرض معكم جدول مباريات يوم السبت 8 فبراير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقون، حيث تنتظرنا مباريات كثيرة في الدوري الإسباني لا ليغا، الدوري الإيطالي سيري A، دوري روشن السعودي، وكأس الاتحاد الإنجليزي والمزيد. تابعوا معنا هذا الفيديو للأخير للمزيد من التفاصيل. والبداية مع الأسبوع 23 من الدوري الإسباني. في المباراة الأولى يستضيف نادي سيلتا فيغو نادي ريال بيتيس، وذلك على أرضية ملعب بالايدوس على الساعة 1 زوالا بتوقيت غرينتش. تشاهدون هذه المباراة على قناة بي إن سبور اتش دي 3. في المباراة الثانية يستضيف نادي أتلتيكو بلباو نادي جيرونا على أرضية ملعب سان ماميس على الساعة 1:15 بتوقيت غرينتش. تشاهدون هذه المباراة على قناة بي إن سبور اتش دي 3. في المباراة الثالثة يستقبل نادي لاس بالماس نادي فياريال على أرضية ملعب دي غران كاناريا على الساعة 5:30 بتوقيت غرينتش. تشاهدون هذه المباراة على قناة بي إن سبور اتش دي 3. في المباراة الأخيرة ولحساب قمة الجولة يستقبل نادي ريال مدريد غارمة أتلتيكو مدريد على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو على الساعة 8 بتوقيت غرينتش. تشاهدون هذه المباراة على قناة بي إن سبور اتش دي 3. ننتقل الآن إلى الأسبوع 24 من الدوري الإيطالي. في المباراة الأولى يستقبل نادي هيلاس فيرونا نادي أتلانتا على أرضية ملعب مارك أنطونيو بنجودي على الساعة 2 زوالا بتوقيت غرينتش. تشاهدون هذه المباراة على قناة آد سبور بريميوم 1 وقناة اس تي سي تي في. في المباراة الثانية يستضيف نادي إمبولي نادي إي سي ميلان على أرضية ملعب كارلو كاستيلاني على الساعة 5 بتوقيت غرينتش. تشاهدون هذه المباراة على قناة آد سبور بريميوم 1 وقناة اس تي سي تي في. في المباراة الأخيرة يستقبل نادي تورينو نادي جانوا، وذلك على أرضية ملعب أولمبيكو دي تورينو على الساعة 7:45 بتوقيت غرينتش. تشاهدون هذه المباراة على قناة آد سبور بريميوم 1 وقناة اس تي سي تي في. نمر الآن إلى الأسبوع 19 من دوري روشن السعودي. في المباراة الأولى يستضيف نادي الخلود نادي الرياض، وذلك على الساعة 1:55 بتوقيت غرينتش. تشاهدون هذه المباراة على قناة اس اس سي 1 بتعليق عيسى الزجالي وقناة اس اس سي 1 اتش دي بتعليق خالد المديفر. في المباراة الثانية يستقبل نادي الأخدود نادي الاتفاق على أرضية ملعب نادي الأخدود على الساعة 43 بتوقيت غرينتش. تشاهدون هذه المباراة على قناة اس اس سي اكسترا 1 اتش دي بتعليق سعد يحيى وقناة اس اس سي 1 بتعليق علي الربيع. في المباراة الأخيرة يستضيف نادي ضمك نادي الهلال على أرضية ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية على الساعة 5 بتوقيت غرينتش. تشاهدون هذه المباراة على قناة اس اس سي 1 بتعليق عائد العصيمي وقناة اس اس سي 1 اتش دي بتعليق فارس عوض. ننتقل الآن إلى الأسبوع 21 من الدوري الألماني. في المباراة الأولى يستضيف نادي بروسيا دورتموند نادي شتوتغارت، وذلك على أرضية ملعب سيغنال إيدونا بارك على الساعة 2:30 بتوقيت غرينتش. في المباراة الثانية يستضيف نادي هوفنهايم نادي يونيون برلين على أرضية ملعب راين نيكار أرينا على الساعة 2:30 بتوقيت غرينتش. في المباراة الثالثة يستقبل نادي فرايبورغ نادي هايدنهايم على أرضية ملعب شوارزوالد ستاديوم على الساعة 2:30 بتوقيت غرينتش. في المباراة الموالية يستضيف نادي فولفسبورغ نادي باير ليفركوزن
على أرضية ملعب فولكسفاغن أرينا على الساعة 2:30 بتوقيت غرينتش. في المباراة التالية يستقبل نادي ماينز نادي أوغسبورغ على أرضية ملعب ميوا أرينا على الساعة 2:30 بتوقيت غرينتش. في المباراة الأخيرة يستضيف نادي بروسيا مونشنغلادباخ نادي أينتراخت فرانكفورت على أرضية ملعب بروسيا بارك على الساعة 5:30 بتوقيت غرينتش. فلننتقل الآن إلى الأسبوع 21 من الدوري الفرنسي. في المباراة الأولى يستضيف نادي نيس نادي لانس على أرضية ملعب أليانز ريفيرا على الساعة 4 بتوقيت غرينتش. تشاهدون هذه المباراة على قناة بي إن سبور HD 4. في المباراة الثانية يستضيف نادي ليل نادي لو هافر وذلك على أرضية ملعب بيير موروا على الساعة 6 بتوقيت غرينتش. تشاهدون هذه المباراة على قناة بي إن سبور HD 2. في المباراة الثالثة والأخيرة يستضيف نادي سان تيتيان نادي رين على أرضية ملعب جيوفروا جيشار على الساعة 8:05 بتوقيت غرينتش. تشاهدون هذه المباراة على قناة بي إن سبور HD 2. نمر الآن إلى الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي. في المباراة الأولى يستضيف نادي ليدز يونايتد نادي ميلون على أرضية ملعب آيلاند رود على الساعة 12:15 زوالا بتوقيت غرينتش. في المباراة الثانية يستقبل نادي ليتون أورنت نادي مانشستر سيتي على أرضية ملعب بريسبان رود على الساعة 12:15 بتوقيت غرينتش. في المباراة الثالثة يستقبل نادي كوفنتري سيتي نادي إبسويتش تاون على أرضية ملعب ريكو أرينا على الساعة 3 بتوقيت غرينتش. في المباراة الموالية يستضيف نادي ساوثهامبتون نادي بيرنلي على أرضية ملعب سينت ماري على الساعة 3 بتوقيت غرينتش. في المباراة الموالية يستضيف نادي إيفرتون نادي بورنموث على أرضية ملعب جوديسون بارك على الساعة 3 بتوقيت غرينتش. في المباراة الموالية يستقبل نادي ستوك سيتي نادي كارديف سيتي على أرضية ملعب ستاد بريطانيا على الساعة 3 بتوقيت غرينتش. في المباراة الموالية يستقبل نادي بريستون نورث آيند نادي ويكام وندرز على أرضية ملعب ديب دايل على الساعة 3 بتوقيت غرينتش. في المباراة الموالية يستضيف نادي ويغان أثلتيك نادي فولهام على أرضية ملعب ستاد DW على الساعة 3 بتوقيت غرينتش. في المباراة الموالية يستقبل نادي برمنغهام سيتي نادي نيوكاسل يونايتد على أرضية ملعب سانت أندروس جراوند على الساعة 5:45 بتوقيت غرينتش. في المباراة الأخيرة يستضيف نادي برايتون نادي تشيلسي على أرضية ملعب فالمور على الساعة 8 بتوقيت غرينتش. نمر الآن إلى الأسبوع 21 من الدوري البرتغالي الممتاز. في المباراة الأولى يستضيف نادي EFC فوتبول نادي سانتا كلارا على الساعة 3:30 بتوقيت غرينتش. في المباراة الثانية يستضيف نادي بنفيكا نادي مويرينسي على أرضية ملعب النور على الساعة 6 بتوقيت غرينتش. في المباراة الأخيرة يستضيف نادي فاماليكاو نادي فيتوريا غيماريش على أرضية الملعب البلدي فاماليكاو على الساعة 8:30 بتوقيت غرينتش. ننتقل الآن إلى الأسبوع 20 من البطولة المغربية الاحترافية إنوي. في المباراة الأولى يستضيف نادي المغرب الفاسي نادي النادي المكناسي على أرضية ملعب الحسن الثاني بفاس على الساعة 3 بتوقيت غرينتش. في المباراة الثانية يستقبل نادي الجيش الملكي نادي اتحاد طنجة على أرضية الملعب البلدي بالقنيطرة على الساعة 5 بتوقيت غرينتش. في المباراة الأخيرة يستضيف نادي أولمبيك أسفي نادي الدفاع الحسني الجديد على أرضية ملعب المسيرة الخضراء بأسفي
على الساعة 7 بتوقيت غرينتش. ننتقل الآن إلى الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز. في المباراة الأولى يستضيف نادي الاتحاد الإسكندري نادي المصري البورسعيدي على أرضية ملعب استاد برج العرب على الساعة 2 بتوقيت غرينتش. في المباراة الثانية يستضيف نادي البنك الأهلي نادي ZFC على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي على الساعة 5 بتوقيت غرينتش. ننتقل الآن إلى دوري نجوم قطر مع الأسبوع الخامس عشر. في المباراة الأولى يستضيف نادي الشمال نادي الغرافة على أرضية ملعب الشمال على الساعة 1:30 زوالا بتوقيت غرينتش. في المباراة الثانية يستقبل نادي الخور نادي العربي على أرضية ملعب استاد الخور على الساعة 3:45 بتوقيت غرينتش. في المباراة الثالثة والأخيرة يستقبل نادي الشحانية نادي الريان على أرضية ملعب الشحانية على الساعة 3:45 بتوقيت غرينتش. ننتقل الآن إلى الأسبوع الخامس عشر من دوري آدنوك للمحترفين. في المباراة الأولى يستقبل نادي العين نادي البطائح على أرضية ملعب استاد هزاع بن زايد بنادي العين على الساعة 21:20 زوالا بتوقيت غرينتش. في المباراة الثانية يستضيف نادي شباب الأهلي نادي عجمان على أرضية ملعب استاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي على الساعة 4 بتوقيت غرينتش. في المباراة الثالثة والأخيرة يستقبل نادي الوحدة نادي خورفكان على أرضية ملعب استاد آل نهيان بنادي الوحدة على الساعة 4 بتوقيت غرينتش. ننتقل الآن إلى الأسبوع الرابع عشر من دوري زين الكويتي. في المباراة الأولى يستقبل نادي النصر نادي التضامن على أرضية ملعب علي صباح السالم على الساعة 3 بتوقيت غرينتش. تشاهدون هذه المباراة على قناة ATV كويت وقناة شاشة. في المباراة الثانية يستضيف نادي الفحيحيل نادي السالمية على أرضية ملعب الشباب على الساعة 5:15 بتوقيت غرينتش. تشاهدون هذه المباراة على قناة ATV كويت وقناة شاشة. ننتقل الآن إلى الأسبوع التاسع عشر من دوري نجوم العراق. في المباراة الأولى يستقبل نادي الكرخ نادي ديالا على أرضية ملعب الساحر أحمد راضي على الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. في المباراة الثانية يستضيف نادي نفط ميسان نادي الطلبة على أرضية ملعب ميسان على الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. في المباراة الثالثة يستضيف نادي الميناء نادي الكرمة على أرضية ملعب الفيحاء على الساعة 2 بتوقيت غرينتش. في المباراة الرابعة والأخيرة يستقبل نادي الزوراء نادي الشرطة على أرضية ملعب الزوراء على الساعة 4:30 بتوقيت غرينتش. كان هذا كل ما لدينا في فيديو اليوم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلكم جديد قناتنا.